أهلا بكم مشاهدينا. توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع بايرن ميونخ يقضي بانتقال الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا إلى بطل إيطاليا. فبحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا توصل الفريقان إلى صيغة تقضي بانتقال كوستا إلى اليوفي على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو، مع إجبارية الشراء مقابل 40 مليونا تدفع خلال عام واحد. وبحسب المصادر نفسها فإن بايرن ينوي التعاقد مع خامس رودريغيز نجم ريال مدريد من أجل تعويض كوستا. أعلن أنخيل أرو رئيس نادي ريال بيتيس أن نجم الفريق وأفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما داني سيبايوس سينتقل إلى ريال مدريد. وقال أرو في تصريحات له إن اللاعب لديه اتفاق مع ريال مدريد، لكن الاتفاق بين الناديين لم يكتمل وقد ينتهي في أي لحظة. وكشف أرو أن ريال مدريد عرض 18 مليون يورو على الرغم من وجود بند فسخ عقد بقيمة 15 مليون يورو، وذلك خوفا من تقديم برشلونة لعرض أيضا. وواصل رئيس ريال بيتيس تصريحاته معترفا برغبتهم في استمرار سيبايوس، لكن النادي لن يعتمد على لاعب واحد وأن النادي سيعوضه بآخر، مضيفا أنه لا يوجد في الفريق لاعب لا يمكن استبداله بآخر. هذا وقدم ريال مدريد مدافعه الجديد الفرنسي تيو فرنانديز لوسائل الإعلام والأنصار. وكان بطل إسبانيا وأوروبا قد تعاقد مع تيو ذي 19 عاما قادما من غريمه أتلتيكو مدريد في عقد يمتد ل6 مواسم وبمبلغ يصل إلى 28 مليون يورو، بعد أن تألق الظهير الأيسر الفرنسي في صفوف ألافيس خلال الموسم الماضي. أنا جد سعيد بتواجدي هنا في أفضل ناد في العالم. أنا هنا لأتعلم من أفضل اللاعبين في العالم، لأتعلم أيضا من ريال مدريد وأفوز مع النادي بألقاب عديدة. أريد أن أشكركم جميعا بدون استثناء. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد توصل إلى اتفاق مع موناكو بشأن انتقال البرازيلي فابينيو إلى العاصمة الإسبانية. وأكدت الصحيفة أن الاتفاق يقضي بانتقال متوسط ميدان بطل فرنسا إلى أتلتيكو مدريد في يناير المقبل بعد استيفاء النادي المدريدي عقوبة الحرمان من التعاقدات. هذا وقدرت الصحيفة قيمة الصفقة ب45 مليون يورو. أعلن مانشستر يونايتد رسميا التعاقد مع المهاجم روميلو لوكاكو قادما من إيفرتون. بيان اليونايتد جاء بعد يومين من إعلانه المسبق بوصوله إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم البلجيكي. وذكر النادي في بيانه أن لوكاكو وقع عقدا ل5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وسينضم اللاعب مباشرة لاستعدادات الفريق للموسم الجديد في مدينة لوس أنجلس الأمريكية. وبعد التوقيع شارك لوكاكو في أول حصة تدريبية له مع الشياطين الحمر في لوس أنجلس، حيث يقيم فريق مورينيو معسكره الصيفي التحضيري للموسم المقبل. لوكاكو الذي وصل رفقة صديقه وزميله الجديد بول بوجبا التقى بجماهير الفريق ووقع على تذكارات للجماهير التي كانت على الموعد لاستقباله. أفادت صحيفة آس الإسبانية أن تشيلسي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لضم مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا. الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن تشيلسي وبعد أن تأكد انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد غير وجهته نحو إسبانيا في إطار بحثه عن مهاجم، حيث يرغب في تقديم عرض لريال مدريد قيمته 80 مليون يورو لضم لاعبه ألفارو موراتا، في الوقت الذي يطلب فيه الريال مبلغ 90 مليون يورو للتنازل عن لاعبه. قدم نادي إيفرتون لوسائل الإعلام المهاجم وين روني العائدة إلى الفريق بعد 13 عاما أمضاها في مانشستر. وأكد روني أنه جاهز للتحدي المقبل. من جهته قال مدرب الفريق رونالد كومان إن الطموح والحماس اللذين أظهرهما روني خلال اجتماعهما أقنعاه بضرورة إكمال الصفقة والتعاقد مع المهاجم. I think I always play like I've got a point to prove. ألعب دائما وكأنني أريد أن أثبت شيئا. لم أعد إلى هنا ليكون بمثابة بيت الاعتزال، فأنا جاهز للمشاركة وأريد الفوز والنجاح، وهذا ما سأسعى لفعله. أنا في حالة جيدة، لكنني أعترف بأنني غير لائق بدنيا حاليا، لكن ذلك سيختلف في الأسابيع المقبلة. أشعر بالحماس لهذا التحدي الذي جاء في توقيت مناسب في مشواري، وأنا جاهز للمستقبل.
when we spoke together was about the ambition, and he was really desperate to come back. أولا وقبل كل شيء، عندما تحدثنا معا كان يتحدث عن الطموح وأظهر رغبة كبيرة في العودة، وأكد لي أن إيفرتون سيعيش ضغطا كبيرا في الموسم المقبل لأن الفريق يتطور وهو معتاد على مثل هذا النوع من المواقف. روني سيصل 32 من العمر في أكتوبر، لكنه لا يزال يلعب وكأنه أكثر شبابا، وما أظهره لي من رغبة وحماس أعتبره كافيا من أجل التعاقد معه وإعادته مرة ثانية إلى إيفرتون. أعلن فيورنتينا رحيل نجمه الإسباني بورخا فاليرو إلى إنتر، وشكر النادي في بيان له متوسط الميدان الإسباني على ما قدمه للفيولا خلال المواسم الخمسة السابقة. وكان إنتر قد نشر صور وصول فاليرو ذي 32 عاما وصور إجرائه الفحص الطبي، هذا وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة ب5,400,000 يورو في عقد يمتد ل3 مواسم. مدد إشبيليا عقد لاعبه فيتولو حتى عام 2022، وأكد رئيس النادي خوسيه كاسترو أن اللاعب قبل العرض الأندلسي بعد أيام من التفاوض، وبهذا قطع إشبيليا الطريق على أتلتيكو مدريد الذي سعى جاهدا لانتداب المهاجم ذي 27 عاما. ويمتد العقد الجديد لفيتولو رفقة إشبيليا للمواسم الخمسة المقبلة بشرط جزائي يصل إلى 50 مليون يورو. نهاية فقرة ميركاتو مشاهدينا، الآن نعود إليك. على نحو مفاجئ، أعلن بايرن ميونخ عن ضم الكولومبي خامس رودريغيز لاعبي ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسمين. الخبر أورده الموقع الرسمي للنادي البافاري الذي أكد توصله لاتفاق مع ريال مدريد يقضي بحصوله على خدمات اللاعب الكولومبي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة في يونيو 2019. ومن المفترض أن يوقع خامس على عقد انتقاله إلى بايرن ميونخ عقب اجتيازه الفحص الطبي. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى ريال مدريد قادما من موناكو عام 2014، خاض خلالها 111 مباراة سجل فيها 36 هدفا. هذا واستأنف حامل لقب الدوري الألماني بايرن ميونخ تدريباته في المجمع الرياضي الخاص بالنادي من أجل الاستعداد للموسم المقبل. وأمام جماهير كبيرة من المناصرين دخل الفريق تدريباته استعدادا للموسم الجديد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للوقوف عند المستوى الحقيقي لجميع اللاعبين. ولعل اللافت هو مشاركة معظم نجوم الموسم الماضي على غرار توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وآرين روبن، إضافة للوافد الجديد الدولي الفرنسي كورانتين توليسو الذي شارك في التدريبات لترك بصمة مع الفريق بعدما كان أحد أهم صفقات الموسم الحالي لدى النادي البافاري قادما من ليون.